النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده من الآخر. هنعمل مع بعض المسقعة التركي، لذيذة وخفيفة وصحية بدون أي تحمير ولا آلية. ما فيهاش أي نشويات خالص، يعني مش هنحط فيها بطاطس. وهنعملها النهاردة بالثوم. في ناس كتير بتعملها بالبصل، بس أساس المسقعة إن هي تكون بالثوم. أكلة اقتصادية ومش هتحتاج منك أي مجهود. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي سمر. ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شهية وخفيفة على المعدة ولذيذة جدا، هتحبوها لو جربتوها ان شاء الله. يلا نبتدي. عندنا هنا حبايتين بتنجان، 3 حبات طماطم، فلفل اخضر حلو، ربع حزمة بقدونس، وهريسة شطة، وكام فص ثوم. هنقطع البتنجان بالشرايح كده، وبعد كده هنقطعه بالطول. بعد كده هنقطعه مكعبات مش صغيرة قوي عشان خاطر ما تتهريش منك. في نفس الوقت اما نخلص تقطيع البتنجان هنقطع الطماطم برضو مكعبات، والفلفل يا دوب هنقطعه بس بالنص كده. لو عايز تستخدمي فلفل حراق، ده حسب رغبتك. الفلفل اللي في الفيديو ده فلفل حلو، لان انا هحط هريسة الشطة بعد كده. حطيت دلوقتي الزيت حوالي نص فنجان بالظبط، او ربع كوباية عادية. ما تكتريش في الزيت عشان خاطر بس الزيت ما يعملش حرقان في المعدة. وهتبقى زيها زي المسقعة العادية اللي هي بتشرب، بتكون شاربة زيت والكلام ده، احنا مش عايزينها زيها. حطيت هنا كام فص توم هرستهم، ويا دوبك هخلي التوم يصفر. اعذروني على الحلة لان هي بتبقى خفيفة من النص شوية. هحط البتنجان عليهم كده، وهسيبه يا دوبك دقيقتين لحد ما لونه يدبل. هقلبه تقلبتين بس كده، وهسيبه على النار معاكم. هتشوفوا شكله دلوقتي لما يدبل شوية. خليكم معايا كده. طبعا انا بقلب كده بالراحة عشان خاطر ما البتنجان بيتهري بسرعة. ده هيبقى شكله. بعد كده طبعا قطعت الفلفل وحطيته عليه. هسيب برضو الفلفل معاه دقيقتين. على فكرة المسقعة دي ما بتاخدش طبعا وقت خالص في التسوية. كل حاجة بتسيبيها دقيقتين مع بعض على النار كده، وبتستوي بسرعة. بعد كده هضيف معاكم الطماطم اللي انا قطعتها مكعبات. برضو نفس القصة، هسيبها دقيقتين لحد اللي هو ما تتشرب كده وتعمل لي كده صوص كده خفيف. دي هريسة شطة. آه يعني عشان خاطر لو انتوا بتحبوا الحراق، طبعا اللي ما بيحبش الحراق يستغنى عنها خالص. بصوا انا قلبتها كده بس يا دوب. ودي التوابل بتاعتي. التوابل هتبقى عبارة عن كزبرة وكمون وفلفل اسمر وملح. حطيت معاهم مكعب مرقة دجاج، ومكعب مرقة الدجاج ده برضو اللي هو اختياري. اللي مش عايزة تحطي مكعب المرقة عادي، مفيش مشكلة. بالنسبة بقى للمية، انا حطيت نص كوباية مية لان انا بحبها شوية اللي هو جوسي. بس انتي لو ما بتحبيش فيها صوص قوي، ممكن تحطي ربع كوباية مية. مش يعني اللي هو ما تكتريش عشان تبقى اللي هو ناشفة معاكي شوية. هسيبها كده على النار دقيقتين. في الوقت ده انا هكون بقطع البقدونس. هشوفها كده اللي هو بعد دقيقتين، وهحط عليها البقدونس. طبعا البقدونس ده وانا بحطه بكون انا خلاص اللي هو طفيت النار. يعني البقدونس ده بيتحط اللي هو اخر حاجة. كده المسقعة جاهزة معاكي على التقديم. شكلها طبعا انتوا شايفينه عامله ازاي، عامل ازاي اللي هو شهية جدا، وهي بجد طعمها حلو قوي. الناس اللي بيعملوا ريجيم ممكن يستعملوها، لان هي اصلا ما فيهاش اي نشويات خالص. بالاضافه ان هي مش شاربه زيت زي اللي بنقلي فيها البتنجان والبطاطس والفلفل. مش زي المسقعه اللي هي المصري العاديه. هتعجبكم قوي. يا ريت تجربوها وتعرفوني رأيكم في الكومنتات تحت. ولو اول مرة برضو بتشوفوني، يا ريت تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير. وما تنسوش طبعا لو انتوا عايزين اي وصفة تانية، انا تحت امركم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميلة جدا. هي عجبتني جدا، وانا قلت ان انا اعمل الوصفة دي معاكم عشان انتوا كمان تجربوها. اتمنى ان هي تعجبكم.